مش عارف اقول اسم المطعم ولا لا، بس لو انت مكاني وكلت الاكل ده بنص السعر اللي انت متعود تجيبه، هتتبسط ولا هتقلق؟ بس موضوع السعر كان لازم اقف عنده، صحيح انا دي اول مره اجرب. سخن كده قبل ما نخش على السندوتشات، جبت لودد فرايز تشيلي تشيز، عباره عن ايه بقى؟ تشيلي بيف وهالوبينو صوص شيدر وعليها ريد بينز كده. يلا بينا ناخد كده ايه شوكه فيها كل حاجه. بسم الله. كواليتي الجبنه وكواليتي البيف محترمه الصراحه، وكميه البيف اللي موجوده على الفرايز حلوه، وسبايسي كده الهالوبينو. لا طب ده حلو قوي، حلو يعني. جبت اكتر سندوتشات بتطلب عندهم اذا كان بيف برجر او تشيكن برجر. نبتدي باول ساندوتش اوريجينال برجر. ده الساندوتش اللي بالنسبه لي بيبين كواليتي اللحمه بدون اي حبشتكنات كتيره كده. طبعا كل السندوتشات بيجي معاه بطاطس، والكميه بتاعه البطاطس كبيره ومحترمه. الساندوتش عباره عن كاتشب، قطعه برجر تحتيها خس وبيكلز. يلا بينا نبتدي بالبرجر. بسم الله. ايه ده برجر مش محشي جبنه، جامد والله. لا كواليتي اللحمه باين الصراحه لطيفه، ما عنديش مشكله معاها خالص. لحمه توابل بسيطه. المشكله بس الوحيده دي مشكلتي انا مش مشكلتهم هم، ما كنتش عايز كاتشب. انا ما بحبش اي حاجه عليها كاتشب الصراحه. الكاتشب بيبقى مسكر كده، بحسه بيغطي على طعم الحاجه. يعني بالنسبه لي الساندوتش ده من غير كاتشب ويا دوب كده هيبقى حلو قوي قوي قوي. ناخد قطمه ثانيه كده بقى. هوبا، ده طلع ايه؟ اول قطمه بس اللي ما فيهاش جبنه، زي ما انتم شايفين بزازان كده جبنه من النص. ناكل بقى قطمه كده بالجبنه والبرجر وكل حاجه. بسم الله. كواليتي الجبنه لطيف الصراحه، مش متضايق منه، بس بعيد عن الكاتشب. يعني الجبنه مع البرجر مع الخس والبيكلز والكلام ده كله، هيبقى ساندوتش بالنسبه لي بيرفكت، حلو الصراحه. حتى بطاطس طعمها حلو والله، توابل لطيفه. ساندوتش كميه البطاطس دي بالسعر ده. نخش بقى على تاني ساندوتش وورلد وور. قلت اجيبه دبل كده، عباره عن بيف بيكن، موتزاريلا ستيكس، وطبعا كاتشب زي ما انتم شايفين للاسف، وتيستي صوص. ويلا بينا بسم الله. نفس الكلام برضو، هي البرجر بتبقى مشويه اصلا، قطع برجر كبيره مشويه محشيه جبنه زي ما انتم شايفين، بزازان جبنه اوفر دوز وعليها موتزاريلا ستيكس جبنه برضو وبيف بيكن. لا ساندوتش لطيف، بس العشاق الساندوتشات الكبيره اللي متغرقه بقى صوصز بقى وحبشتكنات كتير، بس انا الاوريجينال اللي بيجي معايا الصراحه. لا حلو الصراحه، لطيف. والبطاطس نفس الكلام، توابل عليها مظبوطه، حلو. الساندوتش ده اسمه انفيرنو، جبته سنجل، عباره عن قطعه برجر عليها سموك بيف وهالوبينو وصوص بافلو كده، ونفس الكلام الساندوتش بيجي معاه بطاطس. يلا بينا بسم الله. اخيرا حاجه ما عليهاش كاتشب. الساندوتش ده حلو قوي، ده جامد. ده بقى في صوص بافلو كمان مع الشيدر هالوبينو والبيف كده سموك بيف مع البرجر. لا الساندوتش ده تحفه، يعني ده اجمد حاجه اكلتها لحد دلوقتي. وكميه البطاطس الصراحه انا فاهم عندي تعليق عليها، هل دي الطبيعيه؟ بس هو بوكس، فهو هيعمل ايه؟ هو مليء صراحه طبيعي، حتى مش مثلا اوفر. لا كميه بطاطس محترمه، هو ساندوتش حلو قوي. وبالسعر ده برده مش عارف، اكيد في سر. يعني الناس دي بتخسر، يا اما في حاجه غلط، مش عارف بصراحه. عايز اقول لكم حاجه، انا ممكن اجي مخصوص بس عشان الساندوتش ده والتشيلي تشيز اللي كلتها في الاول، الاثنين جامدين قوي. كده خلصنا البيف برجر، نخش بقى على التشيكن برجر. وده ليزي ديزي، عباره عن ايه بقى؟ قطعه التشيكن برجر عليها كول سلو مع سموك بيف. ويلا بينا بسم الله. لطيف، بس فكره الكول سلو على التشيكن برجر مش عاجباني. تبقى على الفرايد تشيكن اكتر ممكن تليق، وبالذات بقى لو سبايسي قوي تبقى في ميكس كده ما بين ايه، الكول سلو بيبقى مسكر والفرايد تشيكن بتبقى فيها سنه سبايسي. اما ده التشيكن برجر عاديه خالص، لطيفه. وكالعاده اي حاجه عندهم تبقى محشيه جبنه، حتى التشيكن برجر محشي جبنه زي ما انتم شايفين كده، لطيف الصراحه. يعني التشيكن برجر لوحدها من غير الكول سلو بالنسبه لي كنت ممكن اتقبلها. ده بقى مشروم رانش، عباره عن مشروم كتير من فوق كده ببراون صوص، وقطعه التشيكن برجر، وجبته دبل في النص رانش، وقطعه تشيكن برجر تاني، وتحت بقى خس وبيكلز. يلا بينا بسم الله. ده لطيف، مع ان فكره البراون مشروم ده، براون صوص مع المشروم، تحسها لازم تليق مع البيف اكتر من التشيكن، بس شغاله تمام، انا متقبلها الصراحه. وطعم التشيكن برجر حاسه قوي بقى، كالعاده برده محشيه جبنه ونفس الكلام. الصراحه هقول اسم المكان عادي، المكان ده ريبابليك برجر. زي ما انتم شايفين بقى كميه الاكل وسعره، فوق كل ده بقى الكواليتي، التيست بتاعت البرجر وكواليتي الجبنه اللي بيستخدموها بالروز بيف بالتشيكن بكل حاجه لطيفه الصراحه. انا متقبلها وما عنديش مشكله معاها، وكمان ممكن اجي مخصوص على حاجتين او ثلاثه من اللي انا اكلتهم. فمش عارف الصراحه السعر ده هم بيكسبوا ولا بيخسروا، وهل بقى لو بيخسروا اكيد لا، واكيد بيكسبوا، بس انا واثق يعني ان هم بيكسبوا مكسب قليل عشان يبيعوا كتير ويخلوا المحل زحمه وتمام ويفضلوا شغالين على طول. فده برده نوع من الافكار بالنسبه لي انا بحبها، يعني انا اكسب مكسب قليل، اعمل ترافيك عالي، يعني انتشر كل حاجه. اظن المطعم ده بيتبع السياسه دي. وفوق كل ده مطعم مصري، وكل البرودكتس اللي بيستخدمها مصريه 100%، فهو كده كده يستاهل نروح. فشير وسيف للفيديو، منشن لصاحبك، وافضل اقول كل فيديو نشير اي حاجه بتدعم القضيه. الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش. سلام.